انتهت اليوم السبت الموافق للثلاثين من سبتمبر 2023 جميع مباريات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي، وسنقدم لكم الآن ترتيب هداف الدوري السعودي بعد نهاية جميع مباريات الجولة الثامنة. في المركز الأول كريستيانو رونالدو لاعب النصر برصيد 10 أهداف. في المركز الثاني 5 لاعبين برصيد 6 أهداف لكل منهم، وهم ألكسندر متروفيتش لاعب الهلال، مراد باطنة لاعب الفتح، موسى ديمبيلي لاعب الاتفاق، مالكوم لاعب الهلال، سالم الدوسري لاعب الهلال، وساديو ماني لاعب النصر. في المركز الثالث 4 لاعبين برصيد 5 أهداف لكل منهم، وهم عبد الرزاق حمد الله لاعب الاتحاد، كريستيان تيو لاعب الفتح، فراس دبريكان لاعب الأهلية، وأودين إيغالو لاعب الوحدة. في المركز الرابع 4 لاعبين برصيد 4 أهداف لكل منهم، وهم تاليسكا لاعب النصر، برنارد مينسيا لاعب الطائي، فابيو مارتينيز لاعب الخليج، وفاشون ساكالا لاعب الفيحاء. مشاهدينا الأعزاء، المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. أجرى الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميا منذ قليل مراسم قرعة دور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وأسفرت قرعة دور 16 من بطولة كأس الملك عن مباريات قوية، حيث يلتقي الهلال مع الحزم، فيما يواجه النصر نظيره الاتفاق، ويقابل الاتحاد نظيره الفيحاء، ويضرب الأهلي موعدا محبها. وجرت القرعة في حضور ممثلي الأندية المتأهلة لثمن نهائي كأس الملك، ودون حضور إعلامي كما جرت العادة سابقا.